السلام عليكم متابعينا الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ معانا فيديو جديد النهارده من ميدان محطة مصر يا جماعة، واحنا كده امام السوق الحضاري الجديد اهو. تمام، وتم ازالة السوق القديم كله يا جماعة، اللي هو البائع الجائلين زي ما حضراتكم شايفين كده. والمكان ده كان مليان بتوع فاكهة وخضار وكده زي ما حضراتكم عارفين. هصور لحضراتكم كل حاجة يا جماعة، وكل حاجة تم اخلاقها قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين كده. انا قلت اجي برضك اصور لحضراتكم فيديو بعد الازالة ايه اللي حصل وكده ومفيش بائع جاهلين نهائيا. نرجعوا تاني يا جماعة، خلاص قدام حضراتكم اهو. والمكان بينضف اكتر واكتر كمان، ولسه في تطوير زي ما قلت لحضراتكم في المكان اللي كان فيه بتوع الفاكهة. هصوره لحضراتكم دلوقتي. تم تكسير الشارع وعشان يتم رصفه بقى وسفلته، وتم نقل الباعة الجاهلين يا جماعة في السوق الحضاري الجديد اللي قدام حضراتكم ده. وكمان تم نقلهم في المحلات اللي هي الباكيات، اللي هي محلات بجوار خط الترام اهي اللي قدام حضراتكم ده يا جماعة. اتمنى يعني كل الباعة الجاهلين يكون ليهم مكان بديل ان شاء الله بإذن الله، والمكان يفضل نضيف كده يا جماعة، وإن شاء الله يتم رصفه هنا بردك ويبقى نضيف وجميل. وحافظ الله مصر ونحافظ على الميدان، والنضافة حلوة يا جماعة. حضراتكم لو تفتكروا يا جماعة إن سكة الترام هنا كانت مليانة بالطماطم وبالخضار وبالفاكهة في الأرض كل ده، وطينة، وفي الشتا متعرفش تمشي هنا. فكده أفضل بكتير يا جماعة ما شاء الله. فما شاء الله يا جماعة، يعني الميدان كله بصراحة بقى حاجة رائعة جدا، وأنا صورته لحضراتكم كتير. وخليكم معايا برضك، انا هطلع اختم الفيديو بره في ميدان محطة مصر. تمام، يعني عند المشاريع وكده، المشاريع بقى اللي هي بتروح العوايد وفاكتوريا والساعة وكارفور وكل ده هطلع عنده ان شاء الله، واختم الفيديو من هناك. والباكيات يا جماعة قدام حضراتكم ايه على الشمال. وكده طلعنا بره يا جماعة اهو، والمشاريع واقفة اهي. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده يا جماعة، هنا امام السوق اللي هو الباكات المحلات دي يا جماعة، الساعة السريع والعوايد ابيس وابو سليمان وموقف الجديد والدائري وكارفور. وامام السنترال يا جماعه، لو انت طالع من الشارع يعني النبا دانيال زي ما قلت لحضراتكم، هيقابلك في وشك مشاريع كرموز وورديان والبطاش وهانوفيل وبحري، اللي هي امام السنترال يا جماعه. وكده يا جماعه وصلنا لاخر الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. سلام، واشوف حضراتكم على خير.